مرحبا بكم. نبدأ سلسلة حلقات سنتحدث فيها عن كأس العالم، ونتحدث اليوم في هذه الحلقة عن المجموعات 12 التي تكون المنتخبات 48 التي ستدخل غمار كأس العالم ابتداء من 11 من هذا الشهر. بالطبع القرعة نعرفها كانت قد جرت في ديسمبر من العام الماضي، ولكن ما بين ذلك الوقت واليوم هناك أشياء تغيرت في أداء المنتخبات، في بعض اللاعبين، في عدم قدرة بعض المنتخبات على الحفاظ على المستويات، وبروز منتخبات أخرى وإخفاق منتخبات أخرى، عدم قدرتها على اللحاق بالنسق العالمي. إذن نبدأ من خلال اللائحة التي ستشاهدونها، لائحة المجموعات 12، ونبدأ بالمجموعة الأولى. كما تلاحظون المجموعة الأولى مكونة من المكسيك، أحد البلدان الثلاث المنظمة لكأس العالم والتي ستخوض المباراة الافتتاحية، ستكون أمام منتخب إفريقي غاب عن كأس العالم الأخيرة وهو منتخب جنوب إفريقيا. إذن في هذه المجموعة هناك المكسيك، جنوب إفريقيا، جمهورية تشيك، وكوريا الجنوبية. طبعا كثيرون من قد يتوقعون مرور هذا المنتخب أو المنتخب الآخر، ليس هناك قاعدة ثابتة، ربما مع بعض الاستثناءات القليلة، وسأعطيكم لماذا. لأن المنتخب الألماني الذي كان حامل اللقب في 2014 ذهب إلى روسيا للدفاع عن لقبه، وإذا به يخرج من الدور الأول. عاد المنتخب الألماني مرة أخرى إلى كأس العالم في قطر وخرج من الدور الأول. كما تعلمون جميعا لم يعد الإيطاليون قادرين على إنتاج منتخب تنافسي قوي، رغم أنه فاز في 2021 بكأس أوروبا. إذا في هذه المجموعة الأولى، في ظل اللوائح التي وضعتها الفيفا، تأهل الأول والثاني من كل مجموعة، هذا ما يعطينا 24 منتخب. نحتاج 8 منتخبات سنبحث عنهم من خلال أفضل منتخبات محتلة للمركز الثالث. إذن فرضيا نعتبر بأن المكسيك مدعومة بالجماهير وبالخبرة التي راكمتها على امتداد عدة دورات من كأس العالم ستمر. يبقى المقعد الثاني المؤهل أوتوماتيكيا يتراوح برأيي ما بين كوريا الجنوبية التي تلعب المونديال للمرة 11، ماشي متفرقة، على التوالي من 86 لم تغب كوريا الجنوبية عن المونديال أبدا. إذن أنا أرشح كوريا الجنوبية، حتى ولو ربما على حساب جمهورية تشيك. أما جنوب إفريقيا أعتقد أنها تحتاج إلى تقديم كرة متوهجة، وأن يكون من معها في هذه المجموعة إما جمهورية تشيك أو كوريا الجنوبية في أسوأ حالتها، ولكن الغالبية العظمى سترشح المكسيك. قد تحتار ما بين كوريا وبين جمهورية تشيك، ولكن يبدو لي أن في هذه المجموعة سيتأهل منتخب من خلال المركز الثالث، منتخب ثالث أقصد. في المجموعة الثانية البلد الثاني المنظم وهو كندا، على رأس المجموعة، يلعب المباراة الأولى أمام جمهورية البوسنة والهرسك، لا تستهين بها. معه في المجموعة سويسرا وقطر. تبدو الأمور واضحة في هذه المجموعة. سويسرا ستتزعم المجموعة نظرا للفوارق الموجودة بينها وبين المنتخبات الأخرى. أرشح ربما جمهورية البوسنة والهرسك، وقد لا يصعد من هذه المجموعة ربما لا كندا ولا قطر. قد تمر كندا. قطر رغم أنه بطل آسيا في الدورتين الأخيرتين، إلا أنه لا يملك بعد المناعة الدولية التي تجعله يقارع الكبار. شاهدنا ذلك في كأس العالم في قطر، والآن هذه المسابقة تدور خارج قطر، ومن هنا الصعوبة. في المجموعة الثالثة، المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب المغربي مع البرازيل، أولى مباريات هذه المجموعة ستكون بمواجهة مغربية برازيلية. في نفس المجموعة يوجد منتخب اسكتلندا ومنتخب هايتي. نتوقع برأيي المتواضع البرازيل، المغرب، وممكن أن يكون مقعد ثالث من اسكتلندا، أو ربما في هذه المجموعة لن يصعد أحد من خلال مركز ثالث.
في المجموعة الرابعة البلد الثالث المنظم وأهم بلد وهو الولايات المتحدة الأمريكية، في مجموعة صعبة يوجد فيها باراغواي، نحن لعبنا معها وعرفناها، تركيا التي تلعب على المستوى الأوروبي الكبير، ثم أستراليا التي لا يستهان بها. أنا برأيي أعتقد أن باراغواي وتركيا يمران، والصراع سيبقى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. كرتان متشابهتان تعتمدان على القوة البدنية، غياب المهارات حتى وإن كانت بدرجة أعلى ربما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. في المجموعة الخامسة ألمانيا ستحاول أن تطرد النحس الذي رافقها في الدورتين الماضيتين، ولكن في هذه المجموعة هناك منتخبات قد تلعب دورا طلائعيا. أتحدث عن الإكوادور الذي لعبنا معه ونعرفه ولديه قوة كبيرة جدا، وكان من بين المؤهلين الأوائل في منطقة الكومينبول، ثم كوت ديفوار. زد على ذلك المنتخب الناشئ الصغير كوراساو الذي يحل في كأس العالم لأول مرة في تاريخه. أتوقع بأن هذه المجموعة ستكون صعبة. من يتزعمها؟ ألمانيا لن تضمن المركز الأول، تحتاج إلى مستويات عالية، أن تلعب على الأقل على المستويات التي شاهدناها في كأس أوروبا التي احتضنتها. كوت ديفوار شاهدناه في المباراة الودية أمام فرنسا، قادر على أن يلعب أمام الكبار بمستوى عالي. وعلى أي حال كل المنتخبات خاصة إفريقية حينما تكون في مواجهة منتخبات أوروبية تخرج أفضل ما لديها، هي مباراة حياة أو موت. أحيانا هي مشاركة للبرستيج، هناك رغبة أكيدة لدى الأفارقة في أن يبرزوا على حساب المنتخبات الأخرى. إذن في هذه المجموعة ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار بإمكانهم أن يتأهلوا الثلاثة. كوراساو حتى مع المدرب أدفوكات الخبير المخضرم، إلا أن الإمكانيات ليست متكافئة سواء بالنسبة لكوراساو أمام ألمانيا أو كوت ديفوار أو إكوادور. في المجموعة السادسة هناك هولندا أمام اليابان، أمام السويد، وأمام تونس. في هذه المجموعة لا يمكن الاستهانة أبدا بالمنتخب الياباني، وهنا أتوقع أنا أيضا أن يمر ثلاثة منتخبات عن هذه المجموعة، مستويات متقاربة. هولندا رغم أنها خسرت أمام المنتخب الجزائري وديا هذا لا يعني شيء. اليابان حاضر بالانضباط، بالقوة، بالسرعة، بأشياء خرافية يقدمها المنتخب الياباني. في الدورة الماضية شاهدتم فاز على إسبانيا وفاز على ألمانيا في نفس المجموعة، لم يكن أحد يرشح المنتخب الياباني. ثم المنتخب السويدي المتماسك، الكرة الأوروبية القوية، ولا أظن أن المنتخب التونسي قادر على أن ينتزع بطاقة في هذه المجموعة. إذا حصل ذلك ممكن أن نتحدث عن إنجاز تونس التي لم تصل في أي مرة من المرات إلى الدور الثاني. في المجموعة السابعة بلجيكا مطالبة بأن تعود إلى الواجهة بعد أن فشلت فشلا ذريعا في الدورة الماضية أمام المغرب وأمام كرواتيا وأمام كندا. تلعب مع منتخب عربي آخر وهو المنتخب المصري الذي أعطى إشارات قوية على أنه لن يذهب للمونديال بالشكل الذي كان عليه، ولكن لينافس. ممكن أن تكون له هذه الفرصة مواتية في هذه المجموعة، على اعتبار أن في نفس المجموعة هناك منتخب إيران الذي سيلعب بحافز قوي أنه يلعب في الديار الأمريكية، يأتي يوم المباراة ويلعب المباراة وينهيها ويعود إلى المكسيك بعد أن أوجد الفيفا حلا بأن تكون الإقامة للمنتخب الإيراني في المكسيك وأن يأتي ليلعب المباريات بمعنى دخول وخروج. ثم منتخب نيوزيلندا الذي نعرفه يتأهل عن أوقيانوسيا لأنه ليس هناك منافسة قوية، حتى أن على مستوى كأس العالم للأندية كنا دائما نعرف بأن أوكلاند سيكون حاضر في كأس العالم للأندية في صيغتها الماضية. إذا أتوقع هنا في هذه المجموعة المنتخب البلجيكي، المنتخب المصري إذا ظل بنفس المستوى، وربما أيضا المنتخب الإيراني. ممكن أن يكون هناك ثلاثة منتخبات مؤهلة عن المجموعة السابعة. المجموعة الثامنة منتخب إسبانيا أمام كاب فير
السعودية وأوروغواي. المباراة الأولى إسبانيا مع كاب فير، لأول مرة يشارك ويعتبر حصان أسود. السعودية التي تعاني كثيرا على مستوى إيجاد اللاعبين بكثرة للعب مع المنتخب الوطني، وهذا أمر لم يكن مطروحا قبل، ولكن الآن مع فتح المجال في دوري روشن الدوري السعودي للاعبين الأجانب 8 لاعبين يبدأون المباراة، تبقى 3 مقاعد. صعب جدا أي مدرب في العالم، نأخذ أي مدرب، أفضل مدرب في العالم، لن يستطيع أن يكون منتخبا قويا في ظل النظام الحالي لدوري روشن والكل يشتكي منه. أوروغواي المتعودة أن تكون في كأس العالم، لديها القوة، لديها لاعبين مميزين، ولذلك في هذه المجموعة أتوقع أن يمر فقط منتخبان، إسبانيا وأوروغواي. في المجموعة التاسعة فرنسا في أول مواجهة أمام السنغال، ثم في هذه المجموعة أيضا هناك النرويج الذي شاهدناه أمام المنتخب المغربي في المباراة الودية، ثم العراق. في هذه المجموعة فرنسا يجب أن تحتاط كثير مع السنغال، خسرت مباراة أمام كوت ديفوار، لا تعني شيء، ولكن نعرف أن اللاعبين ينشطون كثيرا في أوروبا، وهناك رهان كبير أمام السنغال، والمنتخب الفرنسي يملك الأسلحة، يملك منتخب مرشح ليفوز بكأس العالم. ولكن في هذه المجموعة أتوقع مرور 3 منتخبات، فرنسا، النرويج والسنغال. في المجموعة العاشرة الأرجنتين حاملة اللقب أمام الجزائر في مواجهة تنذر بكثير من الأشياء، ثم النمسا والمنتخب الأردني في أول مشاركة له مع المدرب جمال السلامي. الأرجنتين لا غبار عليها، النمسا ممكن أن تكون حصان أسود، وممكن أن الجزائر يخطف البطاقة ربما مباشرة. الأردن شاهدنا في مباريات الودية يعاني، ولكن مباريات كأس العالم شيء آخر، ممكن أن يكون الحافز كبير، وممكن أن يخرج اللاعب الأردني صورة مختلفة عما شاهدناه في المباريات الودية. المجموعة 11 كثير من النقاد يرشحون البرتغال كبطل للعالم، ويقولون بأن البرتغال من خلال التركيبة والجيل الذي يتوفر عليه الآن هو أفضل جيل بإمكانه أن يصل إلى اللقب ويحقق رونالدو أول كأس للعالم، وهو اللقب الذي ينقصه في مسيرته الطويلة. البرتغال توجد أمام الكونغو الديمقراطية في أول مباراة، والكونغو الديمقراطية أنا أتوقع أن يبلي البلاء الحسن في كأس العالم. في مجموعة توجد فيها كولومبيا التي تلعب ربما أجمل كرة بعد المنتخب البرازيلي في منطقة أمريكا الجنوبية، ثم أوزبكستان الذي يشترك هو الآخر لأول مرة، ولكن تزعم مجموعته في تصفيات كأس العالم. لا أستبعد أن الكونغو يخلط الأوراق في هذه المجموعة، مستوياته شاهدنا في كأس أفريقيا، شاهدنا يقصي نيجيريا ويقصي الكاميرون، بمعنى أن لديه لاعبين مميزين. نحن نتذكر لعبنا معه مباراة في دور المجموعات، كانت مباراة ثانية في كأس أفريقيا في الكوت ديفوار، وعانينا أمامه بهدف لهدف. طبعا الصورة التي كانت لدينا بعد أن فزنا عليه في آخر جولة من جولات التأهل إلى كأس العالم في قطر 4-1 في الدار البيضاء، منتخب الكونغو الديمقراطية مختلف تماما. في هذه المجموعة 3 منتخبات أتوقعها، البرتغال، الكونغو وكولومبيا. المجموعة 12 المجموعة الأخيرة، هناك انجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. انجلترا كرواتيا، رغم أن كرواتيا في المباريات الأخيرة التي شاهدنا الودية لم تظهر بالصورة، ولكن يملكون الخبرة والتجربة والمواهب والقدرة على امتصاص أي ضغط من أي منتخب كان. انجلترا وكرواتيا مران، يبقى غانا، هل يستطيع أن يحجز مقعده من خلال المركز الثالث؟ نذكر بأن غانا كانت غائبة عن نهائيات كأس أفريقيا. الكبار سيكونون حاضرين، وإذا كانت مفاجآت قد تحصل في مجموعات كمجموعة ألمانيا مثلا، لأن ألمانيا يوجد مع إكوادور ومع كوت ديفوار. إذا كانت من مفاجآت تحصل، قد تحصل أيضا بخروج كرواتيا من الدور الأول. قد يكون غانا إذا كان في أفضل حالته ممكن أن يمر إلى الدور الثاني.
عدا ذلك لا أرى ربما مفاجأة تحصل. قد يخرج الولايات المتحدة الأمريكية، قد تخرج كندا، المكسيك لا أتوقع أنها تخرج، لديها الخبرة ولديها التجربة وتوجد في مجموعة لديها القدرة في أن تتحكم فيها. إذن كأس العالم ستبدأ يوم 11، ومع انطلاق أولى المباريات ستبدأ الصورة تتضح، حتى وإن كنا دائما متأكدين بأن الصورة التي تقدمها المنتخبات الكبيرة في الدور الأول، دور المجموعات، تختلف كليا بعد انطلاق مباريات خروج المغلوب. ليست هناك فرص التعويض، والفرق الكبيرة المخضرمة تعرف قيمة المباريات بخروج المغلوب وترتكب أخطاء أقل من باقي المنتخبات. ستكون الفرصة للحديث عن المنتخبات العربية في حلقة خاصة، عن المنتخبات الإفريقية في حلقة خاصة، وربما حلقات أخرى قبل أن تعلن إشارة انطلاق المونديال. إلى اللقاء.